الدخول في نوايا الآخرين والتشكيك فيهم أو الزعم بأنهم يعلمون أن نيتهم سيئة أو نيتهم حسنة، هذا ليس من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث صدره الإمام البخاري في كتابه لأن عليه قوام الأعمال والأقوال كلها، فالنية محلها القلب ولا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، فاتركوا الناس ونياتهم وأحوالهم ولا تتدخلوا فيها، واعلموا أن الله مطلع على قلوب الجميع ويعلم من نيته صالحة ومن نيته فاسدة. ولكم الحسم في ذلك في خالد بن الوليد لما قتل الرجل وقال له الصحابة: لماذا قتلته؟ بعد أن كان كلما أراد أن يضربه خالد بن الوليد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيتركه ويذهب، ثم يعاود الرجل السب 3 مرات، ثم قتله خالد بن الوليد. فلما قتله قال له إن صاحبه: أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: إنما قالها خوفا من السيف. فاشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أبرأ إليك من سيف خالد فإن فيه سلمة وجرأة على القتل، فلا تتدخلوا في نيات الآخرين، واعلموا أن الله مطلع على القلوب كلها، ونسأل الله لنا ولكم الإخلاص، وجزاكم الله خيرا.